بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ خير كده وبأحسن حال ان شاء الله. احنا النهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. فيديو خفيف كده ولذيذ وطعم وما بياخدش منك اي حاجه، يعني فيديو حتى مدته قصيره بسبب ان هو سهل جدا جدا جدا. احنا قاعدين كده، قلت ما نعمل لنا حاجه حلوه، فقلت اعمل ايه اعمل لنا كيكايه. بس الكيكايه يعني هتعملها كيكايه كده وبس، قلت لا اروح اعمل لها ايه، اعمل لها صوص كده حلو بالبرتقال. احنا الايام دي في موسم البرتقال ومعانا والبرتقال الايام دي حلو قوي، قلت اعمل كيكه كده واحط عليها صوص قد ايه، طعمه وحاجه حلوه كده وسهله وعاملينها في البيت. فالمهم انا معايا 4 بيضات، بيض ده صغير عشان انا جايبه 4، لكن لو عندك بيض من الكبير حط 3 بيضات على فاحطهم في الخلاط، وهروح حاطه كمان رشه فانيليا ومعلقتين وهضربهم. بعد ما هضربهم هيكون البرتقانتين، عندي برتقانتين جبت البشر بتاعهم كده زي ما انتم شايفين، ورحت حطيته على البيض. يعني انا هضرب البيض الاول وبعد كده هروح حاطه السكر وبعد كده هروح حاطه البشر البرتقال. هروح حاطه كمان حبه زيت، حوالي 2-3 زيت، مش هكتر من الزيت خالص. وبعدين هروح حاطه برضو حبه لبن، يعني حوالي نص كوبايه لبن، ولو احتجت بروح مزوده. فالمهم بعد ما اضرب ده كله هروح مجهزه الخليط، وهجيب 3 كوبايات من الدقيق، وهروح حاطه عليهم بيكنج باودر، يعني معلقتين صغيرين كده بيكنج باودر، يعني هحط كيس بس اشيل منه حبه صغيرين. وبعد بقى ما اروح حطاهم على حاطه البيكنج باودر، هروح مقلباه كده بالمضرب البيكنج باودر مع الدقيق، وهروح نازله بالخليط. الخليط ده بقى قلنا اللي هو البيض ورشه الفانيليا والخل واللبن والزيت وبشر البرتقانه. وبعدين شوفوا لونه عامل ازاي. هنروح بقى ندوب بقى الخليط ده مع الدقيق لحد ما نشوف القوام بتاعه، نشوف القوام عامل ازاي. وهكون بقى مجهزه صينيه مدهناها زيت، اروح مبدراها كده بحبه دقيق، وهروح نازله بالخليط. طبعا الفرن هيكون شغال عندي من قبل ما ابدا في تجهيزه الكيكه دي، هيكون الفرن شغال. شوفوا شكلها والقوام. يا اما اروح مدخلاها الفرن، هتقعد 35 دقيقة، هفتح عليها بعد 35 واختبرها. لو لقيتها لسه ما استوتش هسيبها كمان شوية، لو لقيتها استوت هروح طافية عليها بقى ومطلعها. فزي ما انتم شايفين، فبعد كده هنبدأ بقى نعمل الصوص. طبعا البرتقانتين اللي معايا اللي انا خدت منهم البشر، هروح ضربهم في الخلاط ضرب ناعم قوي، وهروح مصفياهم زي ما انتم شايفين، وهروح نازله عليهم بمعلقتين ونص من النشا، وهروح نازله برضو بمعلقتين من السكر، يعني قلت دولت حوالي كوبايتين من العصير البرتقال، وهروح نازله بمعلقتين من النشا ومعلقتين ونص ومعلقتين ونص من السكر. وهروح مدوبه كل الخليط ده مع بعض على البارد، يعني ده مش سخن ولا حاجه، والعصير اصلا بيبقى مركز لان بيبقى ضرباه في الخلاط وعاملاه بحبه ميه صغيرين. اهو شوفوا القوام، هو كده لسه مستواش. هروح حطاه على النار بقى، اول ما يبدا يمسك هروح جايباه، والكيكه طلعت اهي. الكيكه كانت يعني هديت شويه لكن ما بردتش، ولو حتى بارده عادي الصوص بيبقى سخن. انا قطعت الكيكه قطع كده، قطع علشان الصوص ينزل بقى على جميع الجوانب، تبقى شاربه من كل حاجه. انا كنت احط الصوص عليها وهي في الصينيه، ولكن قلت لا، علشان ايه؟ القطعه تبقى عليها صوص من جميع الجنوب، فتبقى شاربه كده من الصوص ويبقى طعمها حلو. الكيكه دي اول ما بتبرد بتبقى تحفه تحفه تحفه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.